حرفيا هذه ألذ وصفة بسبوسة جربتها، طعمها لذيذ ويفرق عن كل الأنواع اللي قبل، ومكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة بكل بيت. نحتاج كوب حليب بودرة محموص، وكوب سميد ناعم، وعلبة قشطة، العلبة كاملة تحطينها، وملعقة كبيرة بيكنج باودر، ونص كوب سكر، ونص كاس موية، وربع كوب زيت. ونخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين نوصل للخليط المتماسك بنفس هذا الشكل، يكون ثقيل شوي. ونكون بهذه الأثناء مسخنين الفرن على درجة حرارة 170، وبصينية مدهونة زيت نوزع الخليط بالتساوي، وندخله الرف الوسط من تحت وبعده من فوق لين تتحمر وتاخذ لون ذهبي حلو. وبعد ما طلعتها من الفرن سقيتها بحليب مبخر نص العلبة تقريبا، وبعد ما بردت وزعت عليها نستلة، وممكن تزينينها بالمكسرات أو بالفستق حسب الرغبة، وقطعتها وقدمتها، وبألف صحة وعافية علينا وعليكم.